السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب معكم جوج ديال الأشكال ديال المعسلات، كيجيو أكثر من رائعين بواحد العقدة اللي كتجي خطيرة، كتذوب في الفم. أكيد إلا جربتوهم غادي ينالوا الإعجاب ديالكم، وأكيد إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي لايك كتشجيع، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. وبقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا واحد كيلو ديال اللوز اللي خديته وسلقته وحيت لي القشرة ديالو وبيته ليلة كاملة حتى نشف من الماء. ومن بعد خديته ووضعته في اللاطة اللي غندخل الفران، ضفت عليه شوية ديال الزيت نباتي. كنحاول انني نخلط مزيان حتى يتلبس بهذاك الزيت باش ندخلو على الفران يتحمر. ما كنحمروش بزاف، غادي نحمرو غير نصف تحميره، يعني غنحمرو غير شويه. هاد الطريقه احسن ما تقليوه. من بعد ما كيف ما شفتوا تحمر ليا اللوز، كنحاول انني نمسحو شويه من هذاك الزيت الزائد. وغاديه دابا نطحنوا هذاك اللوز مع في المجموع ديال السكر 8 الملاعق كبار ديال السكر سنيده. كناخذ هكا شويه ديال اللوز وغادي نبدا نطحن فيه. غادي نضيف عليه السكر، كنضيفوا السكر بشويه بشويه فيما كنبغيو نطحن اللوز. غادي نطحنوا اللوز حتى كيبدا كيتعلك، يعني ما غاديش نطحنوه حتى كيطلق الزيت ديالو، غير حتى يولي هكا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نوضعوه هكا في واحد الاناء. هانتوما كيف ما شفتوا اللوز ديالنا يعني تطحن، ولكن ما خليناش حتى طلق الزيت، غير بدا كيتعلق هكا. من بعد غادي نطحن هذيك الكميه اللي عندي. دائما كنضيف السكر فيما كنبغي نطحن هكا شويه، كنضيف السكر شويه بشويه. من بعد ما طحنت الكميه كامله ديال اللوز اللي عندي، كيف ما شفتوا كنتحصل على هاد الشكل هذا ديال اللوز. ودابا غادي نضيف عليه واحد ملعقه كبيره ديال القرفه تكون عامره. غادي نضيف الماء الزهر واحد 2 ملاعق، ولكن مازال غادي نضيف الماء الزهر باش غادي نجمع العقده. عندي هنايا 2 ملاعق كبار ديال الزبده اللي تكون يعني حراره المطبخ. غادي نبدا نجمع في هاد العقده ديالي، ومازال خاصني الماء الزهر. غادي نضيف واحد 4 الملاعق كبار ديال الماء الزهر، يعني في المجموع خدات ليا 6 الملاعق كبار ديال الماء الزهر. من بعد غادي نوضعها فوق سطح العمل وغادي نزيد ندلكها واحد شويه. من بعد ما دلكتها كيف ما شفتوا تحصلت على هذه العقده هذه اللي كتجمع. شوفوا كيفاش دايره. من بعد غادي غطيتها هكا شويه بالبلاستيك الغذائي، وغادي ناخذ الورقه ديال الفيلو هي اللي غنخدم بها، لان هاد المعسلات اللي غادي ندير كلهم غنديرهم في الفران، يعني ما غاديش نقليهم. غادي ناخذ هكا الورقه، كنجمعوا الورقه الاخرى نردوها هكا البلاستيكه وكنغطيوها مزيان لان غتبدا تقطع الا خليتوها هكا عريانه. غادي نقطعها هكا على نصفين كيف ما شفتوا، وغادي نزيد نقطعها عاوتاني حتى كنتحصل على واحد المستطيلات باش غادي نشكل السيجار. بالنسبه للورقه اللي استعملت، يعني راه استعملت 2 باكيات ديال هاد الورقه اللي عندي. كناخذ هذاك المستطيل كيف ما شفتوا، كنشكل واحد الحريبل صغير
باش غادي هكا ندير السيجار اللي غتحصل على واحد السيجار اللي يكونوا صغيورين. كيف ما شفتوا كنطويهم على هذا الشكل هذا، وغادي ندهن هكا غير بالزبده، راها كتلصق، هي غير بالزبده كتلصق صافي. وغادي نحطها فوق اللاطه اللي غندخل الفران اللي تكون مدهونه حتى هي بالزيت صافي. غادي نشكل عاوتاني واحد السيجار واحده اخرى. صافي من بعد غادي كيف ما شفتوا غادي نطويها على هذا الشكل. بغيتو تلصقوا هكا ببياض البيض اولا بغيتو تلصقوا حتى بالزبده، يعني ما كاع ما كتحل صافي. غادي نستفهم هكا في اللاطه اللي غندخل الفران، وغادي ندهنها بالزبده. غندهنها بالزبده وغادي نسخن الفران على درجه الحراره 170 درجه. كنشعل عليها انا غير من التحت حتى يعني بدات تحمر واحد شويه، وعاد كنشعل من الفوق باش هكا كتحمر مزيان. ومباشره من بعد ما خرجتها وهي سخونه كنعسلها بالعسل. من بعد ما غادي نعسلهم هكا بالعسل غادي نخليهم حتى كيتشربوا هذاك العسل مزيان. وغادي نمشي باش نصايب معكم الشكل الثاني. كناخذوا هذيك الورقه اللي قطعنا كيف ما شفتوا على شكل مستطيل، كنقطعوها على جوج. ومن بعد كناخذوا هذيك العقده كنديرها هكا كويرات صغيره صافي. وكنبدا نشكل فيها كيف ما شفتوا هكا بحال الشكل ديال المسمنه. وكنبدا نلصق بالبياض البيض، وغادي نضوبلها. غادي نزيد قطعه واحده اخرى. دائما كيف ما شفتوا مزيان موضح في الفيديو كنطوي على شكل مسمنه، وكنلصق دائما بالبيض. كنتحصل على هذا الشكل هذا كيكون صغيور وزوين. كنحاول نضغط عليه من الجناب هكا باش يعطيني بحال الشكل ديال الفراشه ولا اللي كتزين. وغادي نزينها واحد اللوزه من الفوق. دائما نلصقوا ببياض البيض. غادي نعاود معكم واحده اخرى. بغيتو ما تزينوش باللوز كيبقى الاختيار ديالكم، يمكن تخليوها غير هكاك حتى الاخر وزينوها باش ما بغيتو، يعني بشويه ديال رقائق اللوز او الجنجلان او اللي بغيتو. المهم بعد ما غادي نشكلهم كاملين بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا. نتاوما بنفس الطريقه غادي ندهنهم بالزبده، وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. دائما الفران ما تسخنوش بزاف، ديروا درجه الحراره 170 درجه. شعلوا عليه غير من التحت هكا حتى كيتبان لكم يعني راها بدات كتحمر. ومن بعد شعلوا ليه من الفوق هكا باش كيتحمروا مزيان. ومن بعد ما طابوا كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالهم مباشره. غادي حتى هما نعسلوهم هما باقيين سخان، وكنخليهم حتى كيتشرب هذاك العسل مزيان مزيان. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات من بعد ما تعسلوا مزيان وشربوا هذاك العسل. زينتهم برقائق ديال اللوز وشويه ديال الزنجلان. الاختيار كيبقى ديالكم، زينوهم باش ما بغيتوا واللي متوفر عندكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.